تأهل المنتخب المغربي للمحليين إلى الدور ربع نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2025 بعد فوز كبير على المنتخب الكونغو الديمقراطية بثلاث أهداف مقابل هدف واحد ليحجز بطاقة العبور كوصيف لمجموعته. وبموجب هذا التأهل سيلاقي أشبال المدرب طارق سكيتوي منتخب تنزانيا صاحب الأرض والجمهور بمدينة دار السلام في مواجهة يرتقب أن تكون حارقة وحاسمة. لن يكون الطريق مفروشا بالورود أمام سكيتوي، إذ يفتقد المنتخب المغربي لقدمات ثلاث ركائز دفاعية أساسية: مروى الودني وأبو شعيب العراصي بعد تلقيهما بطاقة الصفراء ثانية، إضافة إلى عبد الحق عسى الذي غادر البطولة مبكرا بسبب الإصابة، وبذلك لم يتبقى في دكة الاحتياط سوى المدافع الشام مهدي المشقشق الذي لم يشارك في أي مباراة إلى حد الآن، ما يضع الجهاز الفني أمام معضلة حقيقية. قد يجد المدرب المغربي نفسه مضطر إلى إعادة توظيف لاعبين في غير مراكزهم مثل المدافع بمحمد مفيد أو باش في خط الدفاع لتعويض الغيابات الوازنة. هذا الوضع يعكس الهشاشة اختيارات الدفاعية التي راهن على سكتوي منذ بداية البطولة. في تعليق مثير أثناء تحليله لمباراة نانت وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، استنكر يوسف شيبو النجم السابق للمنتخب المغربي الإخفاء الواضح لأشرف حكيمي في النقاشات الكرة الذهبية هذا الموسم. وصرح شيبو محلل القنوات بين سبورت قائلا: أعتقد أن هناك ظلما كبيرا يمارس ضد حكيمي حينما يتم التركيز فقط على أسماء مثل عثمان ديمبيلي ولامين جمال في تجاهل كامل الموسم الاستثنائي الذي قدم حكيمي. وأضاف: لنكون صارحين، ديمبيلي عانى من البداية الكارثية هذا الموسم مع باريس ولم يظهر بالمستوى جيد إلا في يناير خلال كأس السوبر، بينما حكيمي كان ثابتا مبهرا والظهير الأيمن الأفضل في العالم هذا الموسم. وأشار شيبو إلى أن الأرقام حكيمي هذا الموسم مذهلة، لقد سجل في الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي دوري أبطال أوروبا، وهو المدافع الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز ومع 11 هدف وسط تمريرا حاسمة. فإن حكيمي يستحق كل التقدير على الرغم من أنه ليس لاعب وسط أو مهاجم. وتابع شيبو: إنه من غير مفاجئ أن نرى حكيمي ينافس على الكرة الذهبية، ويجب أن نكون صارحين في الاعتراف بقدرته وإمكاناته الاستثنائية. أعلن نادي الجزيرة الإماراتي كرة القدم نهاية تعاقده مع المدرب الفريق الأول حسين عموتة والجهاز التقني المساعد، وذلك عقب الخسارة التي تلقى الفريق أمام خرافة بنتيجة 3-2 في المباراة جمعتهما يوم الأحد. وأوضح النادي في بيان رسمي أن الخطوة إنهاء التعاقد جاءت تقديرا للجهود المدرب والطاقم الفني، مثمنا ما قدموا خلال الفترة الماضية، قبل أن يؤكد أن الإعلان عن الطاقم التقني الجديد سيكون في وقت لاحق.